رقم 1، هز الطفل لما يعيط. بعض الاهالي لما طفلهم الرضيع بيعيط بيهزوه جامد عشان يسكت، ده ممكن يعمل حاجه خطيره جدا اسمها متلازمه هز الرضيع، ودي ممكن تسبب نزيف في المخ او تلف دائم في الدماغ. نمره 2، المقارنه بغيره. المقارنات دي بتكسر ثقه الطفل بنفسه وبتخليه يحس انه مش كفايه. 3، التهديد والتخويف. التهديد ده بيخلق خوف دائم من النوم، من الدكاتره، حتى من الاكل. استخدام الشاشات كمهدئ. الطفل بيعيط نفتح له اليوتيوب، ده بيأثر على التركيز واللغه وبيخلي الطفل مربوط بالشاشه نفسيا. رقم 5، تجاهل مشاعر الطفل او السخريه منها. ده بيخلي الطفل يكبت مشاعره ويخاف يعبر عنها. التدخين حوالين الطفل حتى لو ما بتدخنش قدامه، الدخان اللي بيفضل في الهدوم والشعر ده بيسمى التدخين السلبي الغير مباشر. نمره 7، ادخال الاكل قبل ميعاده او اكل غير مناسب، ده ممكن يسبب مشاكل في الهضم او حساسيه او حتى تسمم غذائي. استخدام العقاب البدني حتى لو بسيط، الضرب حتى لو خفيف بيكسر ثقه الطفل وبيعلم الطفل ان العنف هو وسيله عاديه للتعامل. نمره 9، ودي هتستغربوا منها قوي، المبالغه في الحمايه الزياده او الاوفر بروتكشن، ده بيأثر على استقلاليه الطفل وثقته في نفسه. تحميل الطفل مسؤوليه مشاعرنا او ظروفنا، ده بيخلي الطفل يحس بالذنب من غير ما يفهم ليه. التربيه مش امتحان لازم ننجح فيه من اول مره، كل تصرف من اللي اتكلمت عنهم لو غيرناه ممكن يفرق فرق كبير في نفسيه وسلامه اولادنا.